في الفيديو ده هنتكلم عن أهم الأدوات اللي لا غنى عنها واللي هتشوفها أول ما تفتح مشروع لأول مرة على يمين الشاشة. وكالعادة قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. استنى بتدور على تصاميم احترافية وبأسعار رمزية زي كده؟ كل اللي عليك ابعت لنا كلمة تفاصيل على الفيسبوك. في الفيديو ده هنتكلم عن أهم الأدوات اللي لا غنى عنها واللي هتشوفها أول ما تفتح مشروع لأول مرة على يمين الشاشة بالشكل اللي انت شايفه ده بخط طولي، وممكن ان انت توسع الموضوع بحيث ان هم يظهروا لك بترتيب زوجي، واللي طبعا هنتكلم عليهم بشيء من الاختصار علشان وقت الحلقة. الأيقونة الأولى ودي المسؤولة عن تحريك العناصر والليارات داخل المشروع بالشكل اللي انت شايفه ده. بمجرد ما بتحددها وتبدأ تمسك اللير أو العنصر اللي انت عايزه في المشروع وتحركه هيبدأ يتحرك معاك. ولو ضغطنا على الأيقونة كليك يمين واخترنا الاختيار التاني وبدأنا ان احنا نحدد على المشروع بالكامل، هيبدأ ان هو يكتب لنا زي عنوان فوق المشروع اسمه ارت بورد 1، يعني دي اكنها صفحة اولى للمشروع، ونقدر ان احنا نزود صفحات. فمثلا لو احنا حابين نعمل قصة فنقدر ان احنا نزود بالشكل ده صفحات. تاني ايقونة والتالت ايقونة والرابع ايقونة ودولت المسؤولين عن القص. بالاضافة لايقونة الرابعة هتلاقيها في الاسفل قبل أيقونة الكتابة على شكل قلم وهي البن تول. الأيقونة الأولى ودي المسؤولة عن القص بأشكال هندسية ثابتة زي ما انت شايف كده، مربع، دايرة، خطوط بالعرض او بالطول. الايقونه التانية ودي المسؤوله عن القص الحر زي ما انت شايف كده. لو حددنا اول ايقونه واول اختيار منهم وبدانا نحدد بالشكل ده وعملنا مثلا دايره، هيبدا ان هو يعمل لنا تحديد بالشكل ده. ولو اخترنا الاختيار التاني ده القص عن طريق النقط زي ما انت شايف كده، بتبدأ تحدد نقط زي ما انت عايز لحد ما تظهر ايقونة صغيرة جانب السهم. تضغط بالشكل ده هيبدأ ان هو ينشئ لك التحديد بتاعك بشكل طبيعي. الايقونة اللي بعد كده ودي المسؤولة عن التحديد بمساعدة الكمبيوتر، يعني فيها تحديد تلقائي شوية بتساعدك في التحديد لكن في الجزء اللي انت بتحدده فقط. يعني مثلا انا عايز احدد مثلا جزء هنا كده بالشكل ده، فهيبدأ يحدد لي جزء من الصورة بالشكل ده. بس كله ده بيحدد اللوجو بس لان انا محدد اللاير بتاع اللوجو، فطبعا بيبدأ يحدد لي الجزء اللي انا عايزه في اللاير بتاع اللوجو فقط. ولو ضغطنا على ايقونة كليك يمين واخترنا الاختيار الاخير الماجيك ويند تول، دي طبعا بتعمل لك تحديد بضغطة واحدة على العنصر بالكامل او على نفس اللون او نفس الشيب بضغطة واحدة فقط زي ما انت شايف بالشكل ده. انا بس هضغط ضغطة واحدة هنا كده يبدأ ان هو يحدد لي نفس اللون على المكان اللي انا ضغطت عليه بالشكل ده كده. بيبدأ ان هو يحدد لي الجزء اللي بنفس اللون ونفس التكنيك. الايقونة اللي بعد كده ودي المسؤولة عن مقاس الصورة. يعني احنا مثلا عملنا مقاس الصورة مربع مثلا وعايزين نغير حجم المقاس ده نخليه مستطيل زي ما انت شايف كده. بنبدأ نظبط المقاس اللي احنا عايزينه بالشكل ده ونضغط انتر، هيبدأ ان هو يعمل لنا المقاس الجديد بالشكل ده وهو ده يبقى مقاس المشروع الجديد. ولو ضغطنا كليك يمين على الايقونة بالشكل ده واخترنا التاني اختيار الكروب تول، دي مسؤولة عن المنظور زي ما انت شايف كده. لو عملنا مثلا مستطيل على اللوجو بالشكل ده هيبدأ يظهر لنا بالشكل ده. لو مسكنا اي حد من الحدود وبدأنا ان احنا نقص فيه كده، احنا عايزين نحول المنظور بتاع اللوجو بتاعنا او منظور المشروع بتاعنا بحيث ان هو يبقى شكل بالزاوية بالشكل اللي انت شايفه ده كده. ولو ضغطنا انتر زي ما انت شايف كده الحدود بتاعتنا بدأ يقصها بشكل المنظور اللي احنا حددناه. الايقونة اللي بعد كده واللي انا بسميها منطقة الظهور، زي ما انت شايف كده عندنا مستطيل وداخل المستطيل لوجو. عايزين نحرك اللوجو ده من غير ما يظهر بره المستطيل
بحيث ان احنا نحركه براحتنا في اي مكان. هنعمل ايه؟ اخترنا الاداة بالشكل ده، اخترنا اللاير بتاع اللوجو، هنبدأ نحدد بالشكل ده مستطيل بحدود المستطيل بتاعنا بالشكل ده، وبكده هو حدد لنا اللوجو اللي داخل المستطيل. زي ما انت شايف كده، انا لو سحبت اللوجو طبعا مش بيظهر خارج المستطيل، لو طلعت بيه فوق لو نزلت بيه تحت. الايقونة اللي بعد كده ودي المسؤولة عن نسخ اللون من المشروع او من اي عنصر داخل المشروع. وطبعا لو ضغطنا عليها كليك يمين هتلاقي ليها 3 اختيارات متنوعة. الاختيار الاول طبعا ده اللي بيسحب بس اللون، الاختيار التاني ده خاص بال 3D، والاختيار التالت ده بيزود لك الموقع اللي انت بتضغط فيه، بيجيب لك الاحداثيات الكاملة بتاعته بالظبط. وطبعا الاختيارات التلاتة اللي بعد كده دول مسؤولين عن اضافة تعليقات ايضاحية داخل المشروع. طبعا دي للترقيم، واللي فوقيها دي لإضافة مذكرة. مثلا أنا عايز أضيف حاجة هنا عند اللوجو بالشكل ده، ببدأ أضغط عليها وأبدأ أكتب الكلام اللي أنا عايزه في الخانة دي كده، وبكده هو هيتحفظ في المكان ده، بحيث إن أنا أرجع للنوتة دي في أي وقت أضغط عليها بالشكل ده هيبدأ يفتح لي الكلام أو الملحوظة اللي أنا كتبتها. وطبعا خانة الألوان زي ما قلت لك دي بس مسؤولة إن هي تسحب لك اللون في المنطقة دي. اللون الأساسي اللي أنت مختار هو اللي بيبقى من فوق، واللون الثانوي بيبقى من تحت. الأداة اللي عليها الدور واللي لا غنى عنها نهائيا في تعديل وإزالة أي جزء مش عاجبك في الصورة أو عايز تعدله تحذفه، في مثلا خط قلم، في علامة مائية عايز تحذفها من الصورة، فالأداة دي هتسهل عليك الدنيا جدا. بمجرد ما بتحدد عليها بالشكل ده وتبدأ ان انت مثلا تحدد على العلامة المائية اللي عندك في الصورة، وتسيب الكمبيوتر كده يراجع الصورة، طبعا هيحذفها في ثواني معدودة. زي ما انت شايف مثلا، نعتبر ان ده مثلا خط مش كويس في الصورة وعايزين نحذفه بالشكل ده، هنبدأ نحدد عليه، هيبدأ ان هو يحذفه لنا بكل سهولة وبضغطة زر واحدة فقط، وتسحب بالشكل ده وسيب الباقي على الفوتوشوب زي ما انت شايف كده. الأداة اللي وراها على طول وهي أداة الفرشة، وطبعا أداة مش محتاج ان انا اقولك او اشرح لك عنها. دي أداة طبعا معروفة جدا، ولو انت حابب تتحكم في حجم الخط وفي الحدود بتاعته، هل هي حادة ولا ضبابية، نوع الفرشة عموما، بمجرد بس ما بتضغط هنا في الأعلى كده بالشكل ده وتبدأ تعدل في الفرشة بتاعتك. ولو حابب تتحكم اكتر في السيتنج بتاعة الفرشة، كل اللي عليك بس هتضغط على علامة الفرشة اللي هتظهر لك هنا بالشكل ده، هيفتح معاك واجهة بالشكل ده، هتبدأ ان انت تتحكم في كل حاجة بالفرشة بشكل دقيق. الايقونة اللي تحت الفرشة دي مسؤولة عن النسخ. كل اللي عليك يا صديقي انك هتحدد اللاير اللي انت عايز تنسخ منه، وهتضغط الت من الكيبورد، وهتبدأ تضغط بزر الماوس ضغطة واحدة بالشكل ده. وبعد كده هتبدأ ان انت تحدد اللاير اللي انت عايز تلصق فيه او تنسخ فيه الشكل اللي انت عايزه، وتبدأ بشكل طبيعي المكان اللي انت حابب تبدأ تنسخ فيه هتبدأ تضغط بالماوس وتبدأ تلون بالشكل ده، هيبدأ ينسخ معاك كل جزء بيتحرك فيه الماوس، وبتتحرك معاك علامة الزائد على الشكل الرئيسي. الأداة اللي عليها الدور يا صديقي ودي المسؤولة عن التراجع عن أي خطأ عملته في أي جزء من المشروع. فمثلا لو اخترنا الأستيكة بالشكل ده وبدأنا إن احنا نمسح أي جزء بالخطأ من المشروع بتاعنا مثلا في اللوجو، وعايزين نرجع عن الموضوع ده، كل اللي عليك بس هتختار الأيقونة دي بالشكل ده، وهتبدأ ان انت تمسح في المكان اللي انت اخطأت فيه، يرجع لك كل حاجة زي ما هي. الأداة اللي بعدها على طول واللي لسه متكلمين عنها الأستيكة أو الممحى، ودي طبعا غنية عن التعريف. الأيقونة اللي بعدها اللي ممكن تظهر معاك بالشكل اللي انت شايفه ده، وممكن تظهر معاك بالشكل ده، دي أيقونة التلوين، ودي المسؤولة عن تلوين الصورة، وطبعا عن طريق اختيار اللاير اللي انت عايز تلونه
علشان تبدأ تلون بشكل صحيح. مثلا بنختار اللون من عندنا من تحت بالشكل ده ونبدأ نضغط في أي مكان في الصورة، هيبدأ إن هو يلونها بشكل اوتوماتيك وبضغطة زر. طب احنا لو عايزين نعمل تدرج ألوان بين لونين مثلا مختلفين، طبعا دي الأيقونة التانية اللي احنا هنتكلم عليها، ودي اللي بتبدأ ان انت تحدد الالوان بتاعتك بالشكل ده، اللون الاساسي واللون الثانوي. طبعا مثلا هنختار الاول اللون الاساسي الاحمر مثلا، وهنختار اللون الثانوي الازرق مثلا. كده احنا عندنا لونين دمجنا بينهم علشان نبدأ نلون بشكل جميل زي ما هتشوف دلوقتي. كل اللي عليك داخل المشروع، وبعد ما تحدد اللير اللي انت عايز تلون عليه، تبدأ ان انت تضغط وتسحب بالشكل ده. فالنقطة الأولى هتكون مسؤولة عن موقع اللون الأول، والنقطة اللي انت هتسيب عندها الماوس دي هتكون مسؤولة عن اللون التاني. وطبعا في المنتصف هتكون منطقة الدمج او المزج بين اللونين. اول ما اسيب بالشكل ده هتبص، وطبعا لو انت عايز تغير طريقة المزج هتلاقي عندك 5 طرق مختلفة. الايقونتين اللي بعد كده مهمين جدا جدا في تعديل الصور ودمج الصور. ركز معايا كويس جدا. الايقونة الاولى هتلاقي جواها 3 اختيارات مختلفين. اول اختيار هو اختيار البلور تول، ودي المسؤولة عن عمل ضبابية للحدود بتاعة القص بتاعتك او بتاعة العنصر اللي انت عايز تعمله ضبابية. زي ما انت شايف كده مثلا عندنا اللوجو بالشكل ده، لو كبرنا وبدأنا ان احنا نمشي بالفرشة بتاعة الاداة دي على الحد بتاعه، زي ما انت شايف كده عمل له ضبابية، ودي طبعا مفيدة جدا في عملية مزج او دمج الصور. تاني اختيار معانا واللي هو شاربن تول، وطبعا من شكله ومن اسمه ده المسؤول عن الحدة. فمثلا انت عندك جزء في الصورة فيه ضبابية وانت عايزه يبقى جزء حاد عشان يبقى واضح اكتر، بتبدأ ان انت تمشي عليه الاداة بالشكل ده. طبعا بيبدأ ان هو يوضح الالوان والخطوط بشكل مذهل. الاختيار الثالث والاخير وده المسؤول عن الدمج او التمديد. هتقولي ازاي الدمج او التمديد؟ زي ما انت شايف كده مثلا عندنا لونين مختلفين في عنصر واحد، عايزين نبدأ ان احنا ندمجهم في بعض بالشكل ده زي ما انت شايف كده. ومثلا برضو لو احنا عايزين نعمل تمديد للون بتاعنا زي ما انت شايف بالشكل ده، بتبدأ ان انت تمدده زي ما انت حابب وفي الاتجاه اللي انت حابه. الايقونة اللي بعدها ودي المسؤولة عن الالوان في الصورة. اول خانة وهي الدوج تول، ودي المسؤولة عن التفتيح. زي ما انت شايف كده لو عندك اي جزء غامق في الصورة تبدأ ان انت تفتحه بالشكل ده. الاختيار التاني وهو البيرن تول، وزي ما انت شايف طبعا ده عكس الخانة الاولى. ده بيبدأ يزود لك الاعتام في الالوان ودرجة تشبع اللون زي ما انت شايف بالشكل ده. اخر اختيار معانا وهو الاسبونج تول، ومن اسمها كده الاسفنجة طبعا مسؤولة عن الشفط، ودي بتشفط الالوان من العنصر او من الصورة عموما. فمثلا احنا عندنا الجزء كده ده كده، ولو بدأنا نفضل ندوس كل ما بنضغط كل ما بيسحب اللون من الصورة زي ما انت شايف كده لحد ما يوصل لدرجة الابيض والاسود النهائية. الأداة اللي بعد كده واللي اتكلمنا عنها في أول الحلقة ودي المسؤولة عن التحديد، البين تول، واللي هنتكلم عنها باختصار سريع. زي ما انت شايف كده بتبدأ تحدد عن طريق نقط بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا لو انت حابب تحدد على جزء فيه كيرف بالشكل طبيعي هتبدأ تضغط على البداية بنقطة والنهاية هتضغط وتسحب بالماوس بالشكل ده لحد ما تنتج الكيرف اللي انت عايزه. وبعد كده هترفع ايدك من الماوس وتيجي عند النقطة التانية اللي انت انشأتها، تضغط الت من الكيبورد وتضغط على الماوس ضغطة واحدة فقط بالشكل ده. وكده انشأنا الكيرف، وبعد كده نقفل الدايرة بتاعتنا. وبعد ما نخلص تحديد هنضغط كليك يمين وهنضغط ميك سيلكشن،
هيبدأ إن هو ينشئ لنا تحديث طبيعي زي أي أداة لإنشاء تحديث. الأداة اللي بعديها على طول ودي المسؤولة عن الكتابة. بكل بساطة بتضغط عليها وبتبدأ تضغط في أي مكان أنت عايز تكتب فيه وتبدأ تكتب بشكل طبيعي. وطبعا تقدر تتحكم في الخط من أعلى الصفحة بتاعتك أو من خانة الكتابة اللي هتلاقيها في الخانات الجانبية بالشكل ده. الأيقونة دي واللي أنا مش شايف ليها لازمة أيقونة الماوس دي، مش شايف إن هي أصلا ليها لازمة خالص. الأيقونة اللي بعدها ودي المسؤولة عن إنشاء الأشكال. طبعا لو ضغطنا كليك يمين هيظهر لك كل الأشكال: مربع، دايرة، مثلث معين، خط، شكل عشوائي، زي ما انت حابب. ومجرد ما بتحدد الشكل اللي انت عايزه وتبدأ تضغط بالماوس وتسحب بالشكل ده هتبدأ تنشئ الشكل بأي أبعاد انت عايزها. ولو انت حابب تعمله شكل يعني بأبعاد متساوية مثلا مربع، هتضغط شيفت من الكيبورد وانت بتسحب هيبدأ ان هو يعمل معاك شكل ثابت مربع. وطبعا نفس الكلام في الدايرة، بعد ما بترفع ايدك من على الماوس بيبدأ ان هو ينشئ لك الشكل اللي انت عملته. طبعا بيبقى ليه حد خارجي او الخط الخارجي، وطبعا بيبقى ليه لون داخلي زي ما انت ملاحظ كده في الاعدادات. لو قفلنا الاعدادات هتلاقيهم عندك فوق كده في الخانة اللي فوق. الخانة الاولى دي المسؤولة عن اللون الداخلي، وزي ما انت شايف كده علامة الخط دي يعني هو بدون لون. لو اخترنا لون بالشكل ده هيبدأ ان هو يلون لنا الجزء الداخلي. وطبعا ده المسؤول عن الخط. لو ضغطنا على علامة الخط الأحمر بالشكل ده يبدأ ان هو يلغي لنا الخط الخارجي أو الحد الخارجي. والأيقونة اللي بعدها دي المسؤولة عن حجم الخط الخارجي، يعني هنرجعه تاني بالشكل ده. هنبدأ ان احنا نيجي عند حجم الخط ونبدأ ان احنا نكبر نصغر. وطبعا زي ما انت ملاحظ كده هو بياخد نص الحجم بتاعه من الداخل والنص التاني من الخارج. والأيقونة اللي بعد كده شكل الخط. طبعا عندك الشكل الخطوطي والشكل المنقط، وطبعا دولت أبعاد الشكل بتاعنا. لو انت عايز تعدل عليهم طبعا مفيش مشكلة، هتعدل بالشكل ده هيبدأ ان هو يطبق معاك التعديل. ولو لاحظت نقطة مهمة جدا جدا جدا، بعد ما انشأنا الشكل بيظهر لك في الاربع زوايا 4 نقط بالشكل ده. لو ضغطنا على اي نقطة وبدأنا نسحب بالشكل ده هيبدأ يعدل لنا الحافة بتاعت الشكل. الاختيار اللي قبل الأخير واللي على شكل إيد ودي المسؤول عن منطقة الرؤية في المشروع بتاعك. طبعا الاختيار التاني ده المسؤول عن الروتيت، يعني تدوير الصورة أو المشروع بتاعك. الاختيار الأخير وده من شكله كده شكل العدسة، يعني المسؤول عن التكبير والتصغير. اخر حاجة 3 نقط اللي معانا دولت المسؤولين عن اعدادات الخانة دي او الايقونة دي بالكامل، بحيث لو انت عايز تنقل اي اداة من الادوات دي لفوق او لتحت او تغير مكانها بحيث انك تسهل على نفسك طريقة الشغل بتاعك، يعني ممكن تعدل وتغير فيهم براحتك زي ما تحب. وفي الاخر خالص واللي اتكلمنا عنها اكتر من مرة الالوان، وطبعا ده اللون الرئيسي وده اللون الثانوي. والزرار ده او السهمين دولت اللي تقدر تبدل فيهم بين اللونين، اللون الاصلي او اللون الثانوي. الزرار الصغير خالص ده لو انت عايز تلغي الالوان دي كلها وترجع للابيض والاسود. ولو انت حابب تتعمق اكتر في مجال الفوتوشوب اكتب لنا بس في التعليقات انت عايز ايه بالظبط في الفوتوشوب، واحنا ان شاء الله هنحاول ان احنا نعمل لك شرح وافي كامل عن الموضوع ده. ولو انت حابب برضو مجال الذكاء الاصطناعي هتلاقي عندنا على القناة فيديوهات متنوعة جدا في المجال ده، وفي فيديوهات اجمد واقصر بكتير جاية في الطريق. ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة عشان يوصلك الفيديو اول ما ينزل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سلام. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام.